ينتظر الفصل في القضية ويسعى للسيد المشير باعتباره رئيس الجمهورية يعمل حقه في العفو او يعمل حقه في المقايضة، بعيدا عن تلطيخ القضاء بهذا العار. اننا امام فاجعة كبرى. ليس للقضاء السياسة امر ولا شأن، وليس له في هذه الامور الخفية. القضاء دائما يعلي من شأن المصريين ومن ارتفاع هاماتهم حتى تظل تطاول السماء. شكرا جزيلا لك المستشار احمد زند رئيس نادي القضاء. اريد ان اسألك دكتور عن تصرفات السفيرة الامريكية في مصر، انها تتحرك بالضبط كمندوب سامي بريطاني، ترسل خطابات الى القضاة، تتحرك بحرية، تطلق التصريحات، تستفز مشاعر المصريين. نعم، يعني هذه نقطة في غاية الأهمية والإثارة في آن. ربما تفضل أحد المتصلين بحضرتك في الجزء الأول من الحلقة وقال لا نريد جمهورية موز. يعني كانت الولايات المتحدة تتعامل مع الفناء الخلفي لها بعض دول أمريكا اللاتينية على أنها جمهوريات موز، وبالمناسبة هذه التسمية تثير مواطني أمريكا الجنوبية كثيرا حتى الآن، وكأنهم أتباع يدورون في الفلك الأمريكي. للأسف يبدو أن هناك دول عديدة خارج العالم الجديد لا زالت تدور في الفلك الأمريكي، ويبدو أن الولايات المتحدة لم تغير نظرتها لمصر في هذا الإطار حتى بعد ثورة 25 من يناير. الحقيقة قبل أن أعلق على هذا الأمر تحديدا أود الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية من كلام سيادة المستشار، وهي مصداقية القضاء أو صدقية القضاء المصري. إذا ما ثبت أن خللا ما قد أصاب أداء القضاء المصري في التعامل مع هذه القضية، أتصور أن ذلك سيطرح علامات استفهام خطيرة بشأن محاكمة مبارك ورموز النظام السابق. كيف لهذا القضاء الذي أخفق في التعاطي مع قضية محاكمة هؤلاء الأمريكيين أن يتعاطى مع مبارك ويصدر أحكاما مع رموز النظام السابق؟ وبالتالي يجب أن نكشف حقيقة ملابسات ما جرى ونعلنها على الرأي العام حتى يستعيد أو حتى يتبرأ القضاء المصري من أي اتهامات موجهة له، وإن كنا نريد أن نواصل محاكمة مبارك ورموز نظامه بصدقية التي اعتمدناها. أظن أن الدكتور أو أن المستشار أحمد زند قال بشكل واضح أن هذا التصرف سيتم التحقيق فيه، لكن المساس بالهيئة القضائية بالتأكيد يعني سيكون دمارا للجميع. نحن نعرف تماما أن أي انحراف في القضاء يتم مواجهته على الفور. معنا محمد حسن من الدوحة. استاذ مصطفى ازيك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. يا رب تكون بخير. انا بس عندي معلومة كنت عايز اقولها لحضرتك على الهواء مباشرة. نعم. بالنسبة لحكاية الافراج بتاع ال 16 واحد اللي افرج عنهم. نعم. هم افرج عنهم مقابل الطرف الثالث اللي الشعب المصري عايز يعرفه. والنهاردة واحد من ضمن الممولين بريطاني اتوقف في المطار القاهرة النهاردة، ما سافرش عشان يجي المسؤول المطلوب للمحاكمة اللي عليه 30 سنة. فالأيام الجاية مش عايز حد يشك في الجيش. جيشنا على راسنا من فوق، القوات المسلحة عارفة هي بتعمل ايه بالظبط. ال 16 مقابلهم الطرف الثالث اللي في أمريكا اللي احنا مش عارفين نجيبه. دي معلومات أنا متأكد منها. اللي هو عمر عفيفي تقصد؟ بالظبط. تقصد عمر عفيفي؟ بالظبط. طب لدينا معلومة أن عمر عفيفي قد جيء به إلى القاهرة، هل سمعت هذه المعلومة؟ لا ما سمعتهاش. نحن سمعناها لكننا لسنا متأكدين بها. على كل حال لسه ده مقابل عمر عفيفي عشان ما حدش يشك في الجيش المصري. أولا يعني مسألة الشك في الجيش المصري مرفوضة بالأساس. جيشنا المصري العظيم وقواتنا المسلحة كل اللي حضرتك بتحاول تكشفها، وكل الناس اللي بتحاول انها تقف قدام الجيش عشان تدمر الجيش المصري